وبس. وبكده يا سيدي هتاكل فسيخ في العيد. كتير قوي بيسالونا الفتره دي عن الفسيخ والدايت في العيد. بصوا يا جماعه، للامانه العلميه الفسيخ ممكن تكون جواه بكتيريا كارثيه سامه اسمها كوليستريديوم. البكتيريا دي بتعمل عندنا شلل في الجسم وبتموت خلال فتره قصيره جدا. المصل بتاعها غالي ومش موجود في كل الاماكن. بس للامانه ده برضو نتيجه سوء تخزين الفسيخ وسوء تمليحه. فلو هو مملح ومخزن كويس يعني الموضوع بيبقى بعيد شويه، لكن ده لا يمنع نسبه الصوديوم العاليه اللي فيه مدمره للكلى، مدمره للقلب، مدمره للناس اللي ضغطها عالي. كده كده هتاكلوا. انا عارف ان انا بهاتي مع بهاتي معاكم بقالي سنين. طيب كبرنا عشان الدايت ما يبصش والدنيا ما تبصش مننا، ناكل رغيف واحد بس. الناس بتحطه في زيت. ليه يا جماعه نحطه في زيت؟ هو مملح جاهز اساسا، هو سمك مملح، فخلاص بالنسبه لنا التمليح هو ست الحفظ بتاعته مش الزيت. برضو الرنجه نفس النظام، نحاول يعني نغسله، نحاول نقلل الملح فيه بكذا شكل، نغسله بالخل شويه ومش هيأثر فيه، بس نصايح طبيه. مهم قوي ناكل معاه كميه خس كبيره جدا، كميه بقدونس كبيره جدا، نشرب ميه بكميه كبيره. ونفس اليوم ده لمرضى الضغط اللي المفروض ما يقربوش منه، بس لو اكلوا يشربوا بردقوش كوبايتين 3 كل يوم. بردقوش كوبايتين 3، كميه خس كبيره، كميه بقدونس كبيره، وندعو الله انكم تعدوا من الفسيخ بسلام زي كل سنه. كل سنه وانتم طيبين. هناكل على قد رغيف واحد بس، ويا ريت الكلام ده كمان يكون قبل اذان المغرب، وان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل. اللي فيكم عنده اي سؤال عن فتره العيد وازاي نتابع فتره العيد يكتب لنا في الكومنتس. ويا ريت تقولوا كده البكتيريا الضاره اللي وصل النقطه دي من الفيديو، البكتيريا الضاره اللي كانت موجوده في الفسيخ اسمها ايه؟ رجعوا انا قلتها في اول فيديو. اللي هيقول اسمها صح ليه علبه اعشاب هديه من مراكز دكتور محمد رحيم. معانا لحد 10 اشخاص. هنختار 10 اشخاص ازاي؟ هيقولوا اسم البكتيريا الضاره اللي فيه صح، واصحابهم يخشوا يعملوا رياكشن على الكلام اللي قالوه. اشوفكم على خير.